السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال: جوزي مش حاسس بيا، جوزي مش حاسس بقيمتي، جوزي بتمنى يقول لي كلمة حلوة، أتمنى يكلمني مكالمة من بره يقول لي وحشتيني، قاعد طول النهار على التليفون، على الشات أو على البابجي أو على أي حاجة. أعمل إيه؟ أنا بتقطع من جوايا وحاسة إن أنا كم مهمل. بقيت خدامة في البيت. ماليش لازمة. الكلام ده كله طالما جواكي إحساس بالاحتياج لكلمة من حد أو لتقدير من حد، يبقى في حاجة جوه مش مظبوطة. الحاجة دي لما بتتظبط ساعتها اللي يتكلم كلمة حلوة ولا كلمة وحشة مش بيفرق معاكي. انتي أصلا جواكي سلام داخلي، انتي مرتاحة، انتي مكتفية بنفسك. طيب دلوقتي أنا في المشكلة أعمل إيه؟ هتعملي كام خطوة كده هقولك عليهم. أولا، أول خطوة وأهم خطوة، تدي نفسك فترة من الزمن. الفترة دي شهر، شهرين، أقصاها 3 شهور. ال3 شهور دول اعتبري نفسك عايشة في البيت لوحدك، اعتبري نفسك جوزك مسافر. احنا في كورونا والرجالة كده كده قاعدين. اعتبري الفترة دي كأنه مش موجود. مش تجاهل، مش قلة ذوق، مش مرضية، ولكن انتي قاعدة مكتفية بنفسك. بتقومي الصبح تروقي على نفسك، قايمة بدري قبل كل ما حد في البيت بيصحى. بتاخدي شاورك، تلبسي لبس حلو قوي، لبس مش لبس إغراء، لبس عملي. جينز على شميز، بادي على برمودا. البسي كده لبس حلو، سرحي شعرك، ظبطي مكياج خفيف، قايمة لنفسك. اعملي مشروب حلو، اقعدي اشربيه الصبح، امسكي كتاب اقعدي اقري فيه. لو انتي من الناس اللي محافظة دايما على نظام بيتها وترتيب بيتها وروقان بيتها، فلما هتقومي الصبح مش هتبقي محتاجة اكتر من انك تفتحي الشبابيك وتنوري البيت وتساوي الفرشة مكان بالليل وخلاص خلصنا. وتقومي تبدأي يومك على هذا الاساس. الساعة دي بتاعتك، تقعدي فيها لوحدك، تقرأي، تزودي نفسك بمعلومة. تقعديش على الموبايل، اقعدي افتحي كتاب حلو اقريه واقعدي ركزي فيه. اقعدي مع نفسك، حبي نفسك. لو ما حبيتيش نفسك محدش هيحبك، لو ما قدرتيش نفسك محدش هيقدرك. لما تيجي تبصي في المراية كلمي نفسك كلام جميل. حتى لو انتي تخينة، حتى لو انتي ملامحك مش عاجباكي، حتى لو انتي شعرك مش عاجبك، بصي في المراية واضحكي على نفسك، اقنعي نفسك ان انتي جميلة. قول انتي فعلا جميلة. انا مش هقولك اضحكي على نفسك وانتي مش جميلة. انتي اصلا جميلة، انتي مكرمة من الله، وقيمتك من عند الله. وبعدين انا فيا نفخه من الله، نفخه يعني حته من ربنا، ليه ما اكونش جميله؟ ابص لنفسي في المرايه واقول كلام جميل. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ صباح الفل. ايه الوش الرايق ده؟ كلمه في كلمه في كلمه، مره في مره في مره، هتلاقي نفسك بقيتي انتي مصدر سعاده نفسك. مش مستنيه جوزك، مش مستنيه ولادك، مش مستنيه اي حد، مع كامل التقدير والاحترام وواجباتك ناحيتهم. انت مش هتأثري في واجباتك ناحيتهم، ولكن جزء من يومك هو واجباتك ناحيتهم، وباقي اليوم بتاعك انتي. حتى وانت في وسطيهم قاعدة، قاعدة يعني شايفة نفسك تمام، مش باصة لحد ومش مستنية حاجة من حد. يبقى هتاخدي فترة من الزمن، حتى لو المشاكل بينك وبين جوزك واصلة لأشدها، حتى لو فكرة الطلاق، وأنا ما بحبش كلمة الطلاق تورد على بال حد، ما نحطهاش اوبشن أصلا. ولكن أنا بقولك أهو، لو على أسوأ الظروف أنت حاسة أنك أنت حياتك منهارة معاه، ادي نفسك 3 شهور. ال3 شهور دول مطلعاه من حياتك خالص خالص خالص، ما بتفكريش غير في نفسك. اصلا ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان مرتبط بكذا حاجة في الحياة. مرتبط بيه بالله، مرتبط باهله، مرتبط باصحابه، مرتبط بنفسه، مرتبط بعمله والجانب العملي والعلمي. الزوج والاولاد، الزوج كمان بالذات جزء بسيط جدا من الجوانب دي. فتخيلي لما تكوني انت قاعدة مركزة مع الجزء ده قوي، علميا ونفسيا، اللي بتركزي عليه علشان تصلحيه وانت شايلة من جواكي خنقة، بيزيد الخنقة وبيزود السلبيات ومش بيتصلح. الحل السحري للحاجة دي، العلاقات البايظة بيني وبين جوزي، ان انا
ابعده عن مخي، اشيله من مخي خالص واديله كامل الحرية. يعني لما واحدة تشتكي وتقول انا جوزي طول النهار ماسك التليفون، ما بيسيبش التليفون من ايده، طول النهار على الفيس، طول النهار ماسك بابجي ومتعصب علينا ومتزرجن علينا، وطبعا علاقته بينا هو دلوقتي مخه مش معاه. انا بشوف اصلا ان ادمان الموبايل وادمان الالعاب الالكترونية اشد دلوقتي من الخمرة. اصلا انت عارف ان الخمرة حرام، لكن انت قاعد ماسك الفيس، انت بتعملش حاجة، انت شايف انك ما بتعملش حاجة. ولكن يعني طبعا الكلام ده للرجالة يعني، مهمل بقى نفسك ومهمل تركيزك ومهمل الحياة العائلية والأسرية. هو وصل لهذه الدرجة، فيعني حسابه على ربه. انا مش هصلحه، انا مش هغيره. انا هعمل ايه؟ انا هصلح حياتي انا ونفسيتي انا بعيدا عنه. يبقى دوري على باقي جوانب حياتك. علاقتك بربنا ظبطيها، ظبطيها. تعاملي مع ربنا معاملة الحبيب، معاملة الحبيب اللي بتشتاقي له وبتحبي تكلميه وتفضفضي معاه، ولما تغلطي في حاجة تتأسفي له بمعنى الأسف، ولما يكون نفسك في حاجة تطلبيها منه بمنتهى العشم وانت متأكدة ان هو هيديها لك. ولما تكوني بتعملي اي حاجة انت شايفة ربنا قدامك، لا ده كده غلط هيزعل ربنا، لا ده كده صح ربنا هيرضى عني. معاملة الحبيب. العلاقة مع ربنا ان انا قاعدة مخي مشغول بالله، بتكلم وبروح وباجي وبعمل كل حاجة، بس اصلا ربنا علاقتي بيه تبقى حلوة. علاقتنا بربنا اقل ما فيها الصلوات. يعني اوعى تعتبر ان الواحد لما بيصلي الخمس صلوات وبيقرأ له صفحتين في القرآن هو كده خلاص ظبط حياته مع ربنا. لا، الجانب الروحاني، الجانب المرتبط بالله، ده عمقه رهيب رهيب رهيب، واثره النفسي على كل جوانب حياتك. يعني تخيلي كده انت مكتفية بالله، انت يعني مع الله، مفيش اي حاجه هتزعلك، مفيش حاجه هتضايقك. هتتعاملي كده مع ربنا كانك انت يعني سبحان الله حبيب، تتعاملي معاه حبيب. جانب ربنا صلحيه، اظبطيه، وشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. العلم، ما تسيبيش نفسك من غير ما تتعلمي، ما تسيبيش نفسك من غير كتاب اسبوعيا تحاولي تقرأيه. يعني لو حتى مثلا الظروف ضيقة، يعني مضيقة عليكي ومش عارفة، شهر اقعدي اقري في كتاب، 3 شهور اقعدي اقري. المهم انك انت تبقي قاعدة في الوقت اللي انت قاعدة مركزة فيه جوزك، شوفي عامل ازاي على الموبايل، شوفي مش عارف ايه ده بيكلم فين، هرمي وداني معاه. لا، انا قاعدة متشيكة ومنورة وزي الفل، واخدة بقى سنجة 10، وقاعدة ماسكة كتاب وعاملة مشروب حلو واتفرجي. وخلال الفترة دي انت مش بتناقري ومش بتطلبي منه اي تعديلات في اي حاجة. جاب ما جابش زي الفل، قالك ما قالكيش زي الفل، تعامل معاكي برقة ونعومة ولا ما تعاملش زي الفل، انت مع نفسك. انت مش محتاجة حاجة من حد. اديله كامل الحرية. الرجل بيعشق الحرية. اكتر غلطة ممكن تقع فيها الست ان هي حاطه مناخيرها في حياة جوزها. راح ايه وراحش فين، وانت فين دلوقتي، انت قاعد عند مامتك مثلا وسايبني لوحدي، انت كل ده مع اصحابك، انا خارج مع اصحابي. اه تخرج مع اصحابك وانت تتفسح وانا ما اتفسحش. اوعي، اوعي. اكبر غلطة، اكبر غلطة واكتر حاجة بتخنق الراجل ان يحس مراته خنقته. هينفر وهيبعد وهيكتر من الحاجة اللي انت متضايقة منها. اي حاجة مضايقاكي في جوزك اوعي تركزي عليها. عايزة تصلحيها، جربي الاول تهمليها، جربي الاول تعتبريها مش موجودة او كأن العكس هو اللي موجود. مع جوزك، مع اولادك، مع اي حاجة. في علم النفس قانون خطير، اللي تركز عليه، الشيء السلبي اللي تركز عليه بيزيد، ولما تقاومه يزيد اكتر. بالعكس، تقبلي الوضع وتعايشي معاه، وادي نفسك فرصة زي ما قلتلك انك تعملي ده. شوفي الرياضة، شوفي الأكل الصحي، شوفي ازاي أعمل رجيم عشان أنا عايزة أبقى حلوة. بصتك لنفسك في المراية، لو ملامحك انت شايفاها أسوأ ملامح في الدنيا، لو جسمك أسوأ جسم في الدنيا، اوعي تشوفي نفسك وحشة. اوعي. احساس رهيب لما تكوني انت مش مقدره نفسك ومش حابه نفسك ومش مقيمه نفسك. قيمتك من الله، ربنا اصلا مديكوا قيمتك. يعني الجمال ده نسبي و... وكل حاجه في الدنيا نسبيه. ممكن تكوني انت اجمل واحده في الكون، ايه المشكله لو انت شايفه نفسك كده؟ تعاملي مع نفسك على انك برنسيسه وانت ملكه، وانت بتقيمي نفسك، وانت اللي رافعه نفسك فوق، انت مش مستنيه حاجه من حد. وطبعا انت كويسه مع علاقاتك معاه، يعني انا بقولكيش بوظي الدنيا ولا نقري ولا حرب ولا الكلام ده كله خالص. طلعيه من مخك،
طلعيه من مخك خالص 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 وشوفي النتيجة. هو ساعتها اللي هيتمنى ويسأل نفسه هو في ايه، هو ايه اللي بيحصل، هو في إيه؟ طبعا الدنيا اتغيرت وبتتغير، وانت نفسك بتلاقي نفسك بقيتي بتبصي للدنيا من منظور تاني خالص خالص. احنا في كورونا وكده كده الرجاله قاعدين، الوقت اللي انت قاعده فيه اقعدي العبي مع عيالك، زقطتي وافرحي وخليكي متفائله طول النهار، ضحك وهزار وعسوله جميله، بتكلمي نفسك بافضل الكلمات وشايفه نفسك زي الفل. اول ما هتظبطي الجانب ده كل حاجه هتبقى زي الفل. وبعد ال3 شهور لو ما حصلش اللي انا بقولك عليه يبقى ليك الحق، لكن سبحان الله هتتغير. راجل تلاقيه يعني سبحان الله بينفر من الست اللي محسساه ان هو مركز الكون. جوزك مش مركز الكون، جوزك مش اهم حاجة في الكون. اه تديله حقوقه وواجباته وكل حاجة وتحترميه وتقدريه وتتعاملي معاه بشياكة وبذوق وكل حاجة، بس هو مش مركز الكون. في حاجات تانية كتير انت لو شغلت نفسك بحاجة تعمليها عمرك. جربي نفسك كده لما بتبقي مشغولة في حاجة ما بتستنيش، يعني مش فارق معاكي مين قال ايه ومين عاد ايه ومين هيضيع لك وقتك، انت مركزة. انت مركزة وبتدي كل ذي حق حق، واهم حق حق نفسك عليكي. النفس اللي جوانا دي عاملة زي الوعاء، زي الكوب. طول ما هو مليان، طول ما انت مكتفية بنفسك. مليان بايه؟ بالجوانب كلها. علاقتك بربنا، علاقتك بصحتك، علاقتك بشكلك الخارجي، بشياكتك، بأناقتك، علاقتك بالكتب والعلم، علاقتك بولادك، علاقتك بأهلك وصحباتك، علاقتك بالكون كله، جزء منها جوزك. لو الكوباية دي فاضية اعرفي ان اي حد هينفر منك، لان النفس البشرية ما بتحبش الاحتياج. انا لما بحس ان في حد كده يعني بيحصل نفور اصلا. يعني الراجل بينفر من مراته، بينفر من مراته لما يكون حاسس ان هي لازقاله وهو مركز حياتها. لا مش كده. انت حبيبي وكل حاجة، انت حاجة جميلة في حياتي، بس انا اصلا حياتي كويسة. بهدوء وبالراحة وبروقان. وجربي تشغلي نفسك بنفسك، وجربي انتي تغيري حياتك لنفسك، مش عشان جوزك، مش عشان لو انا اتخن واحدة في الدنيا، انا اجمل واحدة في الدنيا، حتى لو هو قال لي انتي تخينة انا جميلة. ولما ابقى اظبط حياتي واظبط نظام جسمي ورياضتي وكل حاجة بروقان. يعني اوعي ترمي نفسك على برنامج غذائي ولا برنامج تخسيس لمجرد احساسك بالنقص. عمره ما هيجيب معاكي نتيجة. وانا يعني في علاقة علم النفس وإنقاذ الوزن دي مهمة جدا، هبقى اتكلم فيها ان شاء الله. بس يعني اوعي تدخلي على اي تعديل في حياتك من باب كسرة النفس، ومن باب ان في حد دفعك لانك تعملي كده. اطلاقا. اعملي الحاجة عشان انت فرحانة بيها ونفسك تعمليها، وادي نفسك اطول وقت ممكن لانتظار النتيجة في كل شيء في حياتك. اوعي تستعجلي النتيجة، واعملي الحاجة بروقان وبهدوء، واستغني حتى يغنيك الله. الاستغناء، الغنى هو الاستغناء. استغني. استغني. الناس كلها حبيبتك في حياتك، جوزك حبيبك، ولادك حبايبك، كل اللي حواليك حبايبك، ولكن انت مكتفية بنفسك. لو مش موجودين دول كلهم في حياتك وانت ما بقيتيش سعيدة، يبقى في حاجة مش مظبوطة. فانت هتتعاملي مع كل مصدر ازعاج بالنسبة لك لفترة ما على انه مش موجود، ومش متضايقة ومش زعلانة، وهظبط حالي بحالي. وتقدري وزودي ثقتك بنفسك. دوري على النت على الحاجات اللي بتزود ثقة الست بنفسها. دوري على برنامج حلو لتعديل الحال وتعديل الحالة المزاجية والنفسية. ابحثي وسعي. يعني هتلاقي اكيد ربنا هيلاقيكي بحاجات مهمة جدا تخليكي تبقي حاسة انك انت ملكة. ملكة. وصلي للاحساس ده، ووصلي له بسرعة، وحاولي تبدأي بسرعة. والنتيجة سيبيها براحتك، بس حاولي تبدأي بسرعة. وغيري حياتك من جواكي الأول. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كل اللي بره بره. ما بأنفسهم يعني أنا هبقى سعيدة، أنا هبقى مبسوطة، أنا هبقى مرتاحة، أنا هبقى ذات قيمة،
أنا هابقى متعلمة، أنا هابقى باذاكر، مشغولة، باعمل لكل الناس واجباتها على اللي مطلوبة مني، وأنا أصلا ورايا حاجة مهمة بعملها في الحياة، بصمتي ورسالتي في الحياة. وساعتها مش ممكن أبدا هتشعري إنك ناقصك حاجة ولا محتاجة حاجة ولا متضايقة من حاجة. واللي يزود عليكي مش فارق، واللي ينقص منك مش فارق، واللي يزعلك مش فارق، واللي يفرحك مش فارق. عادي، عادي، اكتفاء بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.